النهارده أنا مش طالع أتكلم في كورة خالص، ولا تحليل ماتشات، ولا خلاص حللنا ماتش مصر ونيوزيلندا، ولا ماتشات العرب، ولا ماتشات النهارده اللي تتلعب، ولا الماتش اللي بيتلعب دلوقتي كرواتيا وبنما، ولا الماتش اللي من شوية انجلترا وغانا. أنا طالع أتكلم في حاجة تانية يعني لفتت نظري النهارده. يعني النهارده خرجت مثلا مع أصحابي قاعدين على القهوة عادي، فبسمع كلام من ناس حوالينا عن الكورة برضو كده. الكلام راح لطريق مش حلو، طريق مش حلو خالص يا جماعة بجد. يعني حاجة مختلفة كده، جنب تاني من الكورة. يعني طول عمري أعرف المناوشات اللي بتحصل ما بين الجماهير، ما بين اللعيبة، بس كل ده بيتحط تحت إطار الكلام ده داخل الملعب. يعني جوه الملعب، بره الملعب لأ. حاجة زي بنقول عليها تنشنة الملعب، زي إنك تتخانق مع صاحبك في الخماسي وأنتوا بتلعبوا كورة بعد اللعب وأنتوا مروحين سوا. عامل إيه؟ تمام زي الفل، خلاص الموضوع خلص. يعني بنحطها تحت بند تنشنة ملعب. لكن اللي حاصل حاليا ما بين مصر والمغرب او الجزائر والمغرب، ما مش هتتدخل طبعا في الجانب الجزائري. ما بين الجزائر والمغرب انا هتكلم ما بين مصر والمغرب. حاجه انا عمري ما هطلع اتكلم فيها، ولا حتى هبقى محضر اي حاجه ليها. انا مش محضر اي حاجه، انا الموضوع لفت نظري جيت قلت اتكلم فيه. فانا حسيت ان انا لازم اتكلم عن حاجه شبه كده. ان ايه اللي وصلنا للمرحله دي؟ ايه اللي وصلنا للمرحله ان شعبين يبقى في ما بينهم خلاف؟ ايه اللي يوصلنا لمرحله ان السوشيال ميديا وعيال على السوشيال ميديا ممكن تاثر في الناس اللي قاعدين على القهاوي او الناس اللي في الشارع، ان هي فعلا تبدا تتحرك لناحيه فكره انها تكره شعب بلد بحاله. الموضوع يعني من زمان قوي مصر بادئه مع المغرب. يعني لما نسمع الحكاوي بتاعت الكره القديمه 86 وجون كابتن طاهر ابو زيد، او بعد كده عقده بقى المغرب ان احنا ما كسبناش من 86 اللي بعد كده، واهداف بتدخل فينا في الدقائق الاخيره، وبنطلع من تصفيات، بنطلع من كاس عالم، بنطلع مش عارف من ايه. كل الكلام اللي احنا مرينا بيه ده لحد 2006 افريقيا اللي استضافت في مصر، والجماهير المصريه صفرت على النشيد المغربي تقريبا في المباراه دي، وكانت حاجه طبعا مش كويسه، وتصرف طبعا الكل يقف ضده. لكن في نفس الوقت جوه الملعب ممكن تحطه تحت بند تنشنة ملعب، مش مشكله، خصوصا انت بتلعب المغرب وقتها وهي عقده بالنسبه لك ده بجد. وحتى ما كسبتهاش في البطوله، كسبت المنتخبات كلها وما كسبتش المغرب وخلصت. ورحت 2017 وكان عندك ماتش معاهم في افريقيا، وعندك عقده جاي منها برضو، مش عارف تكسب المغرب، يا بتتعادل يا بتخسر، ما فيش نتيجه ايجابيه معاهم. وبتكسب المغرب، وبيبدا التحفيل وكسرنا عقده المغرب ونحفل على الجماهير المغربيه جوه الملعب، وكل الكلام ده، والاعلام حتى يبدا يحفل وكده. بس ما كانتش بتطلع برضو بره زون التحفيل. في الاخر نروح 2021 ونكسبهم تاني ونبدا نحفل عليهم ونقول لهم انتوا عندكم لعيبه محترفه، وعندكم وعندكم وعندكم، وبرضه كسبناكم ومش عارف ايه، وصلاح ده عم حكيمي ومش عارف ايه، والكلام الحلو ده كله. كل الكلام الجميل ده كنا عارفينه، وبنقعد نحفل على بعض وكل ده جوه الملعب ومفيش مشاكل، وجماهير بتحفل على بعض على السوشيال ميديا مفيش مشاكل. لكن انك تروح لزون تانية خالص بعد كده دي مش حلوه. اخر حاجه يعني حصل فيها توحد غير طبيعي كانت كاس عالم 22. كاس عالم 22 ده مصر ما راحتش البطوله. طبعا الشعب المصري كان بيعمل ايه في المباريات العربيه؟ كان يشجع المنتخبات العربيه وممكن يحفل عليهم ساعات. انت فاهم قصدي؟ يعني التحفيل اللي هو العادي، بس بيبقى متضايق. تونس خسرت مش عارف من مين وكسبت فرنسا في الاخر، انا متضايق قوي لما تونس كسبت فرنسا عشان هي خسرت مش عارف من الدنمارك، تعادلت، خسرت من استراليا او تعادلت مع الدنمارك. يا خساره، تونس مش هتتاهل مع انها عامله بطوله جامده. حلو. طيب نروح لمنتخب تاني، الجزائر. لا، الجزائر ما راحتش 2022. منتخب الجزائر 2014 كنا بنشجعه. منتخب في 2018 كنا بنشجع السعوديه، وشفنا قد ايه الناس زعلت اول لما السعوديه خسرت المباراتين اللي بعد الارجنتين، وزعلنا على المجهود الكبير اللي عملته في ماتش الارجنتين. لكن المغرب اللي عشنا معاها حلم هو مش حلمنا. المغرب اللي عشنا معاها حلم هو مش حلمنا، لان دي مش مصر. لكن المغرب حملت على اكتافها افراح مصر، الجزائر، تونس، ليبيا، السودان، اي دوله عربيه في اسيا. كل الدول العربيه توحدت واتكاتفت ورا المغرب في البطوله دي، وكلهم كانوا مع كل مباراه المغرب بيكسب بيها فيها او بيتاهل منها. كنا كلنا بنقول وراه زي ما كانوا بيقولوا في الملعب: سير، سير ودوس وكمل، اوصل لاعلى حاجه ما تقدر توصل لها، ارفع مكانه العرب، ارفع مكانه المسلمين. كنا واقفين في ظهر المغرب. يعني انا ليا واحد صاحبي ما بيتفرجش على الكوره اصلا،
في الماتشات بتاعت المغرب في البطوله دي كان بيقعد يتفرج يشجعها. هو ملوش في الكوره، هو ما بيتفرجش على ماتشات في البطوله اصلا. يعني هو بيحب ميسي كده على خفيف عشان الوحيد هو بيلعب كوره، فميسي بالنسبه له بيبقى ممتع. فبيحب يعني يشوف لقطات لميسي، يشوف ماتشات الارجنتين لو مذاع على بين سبورت المفتوحه. المغرب كان يتابع لها كل ماتشاتها من اول ما تاهلت. منتخب كان بيعمل حاجه جديده ما حصلتش، وكلنا كنا واقفين في ظهره، وحزن 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 لما طلعوا قدام فرنسا، والناس كلها كانت متضايقه في الوطن العربي. فاحنا وصلنا لمرحله 22 كان في تكاتف غير طبيعي ورا المغرب. كل المنتخبات العربيه كانت واقفه ورا المغرب، كل الشعب العربي كان واقف ورا المغرب في البطوله دي. ده كان الجانب الحلو جدا من الكوره. نيجي بقى لجانب مظلم تاني جدا شفناه بعد البطوله دي. وصلنا بطوله 24 بدأ النكش يزيد، وده طبيعي جدا لان احنا طلعنا من البطوله اللي بتمثلنا كلنا كعرب لبطوله تانية بقت فيها منافسه ما بيننا بقى والروح الحلو، زي كاس العرب، زي كاس افريقيا، زي برضو كاس اسيا، اسيا اللي بيتنافسوا فيه الدول الاسيويه، السعوديه والعراق بقى والكويت والاردن والشباب والدول كلها بقى. نيجي لافريقيا احنا بننكش بعض وبنعمل ومش عارف ايه وبتاع، وهفرح لما المغرب تخسر من جنوب افريقيا. ليه؟ منافس قوي طلع من البطوله يا باشا، مفيش مشاكل. انت فاهم؟ لكن مش هشجع يعني جنوب افريقيا باستماتة قدامك، لا عادي، حتى لو عايز جنوب افريقيا تكسب عشان انت منافس اقوى من جنوب افريقيا بالنسبه لي، انت رابع عالم مش عارف ايه، فعايزك تطلع عشان ما تبقاش في طريقي. انا حر ببص لها لجوانب شبه كده زي ما حصل 24 مثلا، او 24 23 تقريبا بتاعت بطوله 23 اللي هي قبل اللي فاتت في افريقيا. وهكذا بقى احنا بنتمنى ان انتوا تخسروا في ماتشات لان انتوا هتجولنا في الطريق مثلا. الحاجات دي اللي بتحصل ما بين العرب عادي، وممكن نطلع نحفل عليك بعدها وعادي. من الاخر افريقيا عمرها ما كانت بطوله بتوحدنا، كانت بطوله دايما فيها تنافس ما بيننا وتحفيل ما بيننا، وده عادي. كاس العرب عمره ما كانت بطوله تحطها تحت بند برضه انها هي بتوحد العرب، اوكي، واجتماع الجماهير والحب والكلام ده كله، بس في نفس الوقت ايه، بيبقى فيها التنافس الحلو بقى ما بيننا. طيب كاس العالم دي البطوله الوحيده اللي كانت بتوحدنا، دي البطوله الوحيده اللي كانت العرب كلهم بيقفوا ورا اي منتخب بيلعب عايزينه يكسب. زي ما انا دلوقتي بشجع الجزائر، زي ما بشجع الاردن، زي ما بشجع المغرب، زي ما بشجع اي منتخب عربي مشارك. فاهمين قصدي؟ طيب ايه اللي حصل بعد كده؟ حصلت اول نكشه حصل كده كان ما بين زاد شويه، كان ما بين الجيش الملكي والاهلي. لما الجيش الملكي رمى ازايز ومش عارف ايه وسكاكين. كلنا عارفين ان في تعصب شديد قوي عند الشعوب المغربيه والجزائريه تحديدا في الكوره، دي حاجه احنا عارفينها. حتى في مصر بس هم اكتر شويه. فالموضوع ممكن يخرج عن اعصابهم شويه يعني غصب عنهم. هنقول عادي وبتحصل، وردنا لهم الموضوع في القاهره وعادي. طيب الموضوع ما وقفش هنا. عادي، ده ما بين الانديه يا جماعه عادي، يعني نكش بيحصل جوه الملعب ومشاكل ازايز ما بتتحدف مش عارف ايه بتاع. ما فيش اذى للعيبه برضه، مش ازازه ميه اللي هتاذي لاعب. ماشي. ما هي ده بتاعت حته السكاكين دي. فجر بيأذن، الله اكبر الله. لازم بس يا جماعه يخلص ونرجع مره تانيه. ماشي نرجع تاني يا جماعه بعد ما الاذان خلص. طيب وصلنا لأسوأ لحظه يعني بالنسبه لي انا في تاريخ الكره العربيه انا عشته. بطوله افريقيا 2025 في المغرب. البطوله ديت بدايتها كانت اروع ما يكون، ان المنتخب المغربي بيرد الجميل للمنتخب المصري في مباراه زي جنوب افريقيا، الملعب كله بيشجع مصر. الجماهير المصريه نفسها كانت قاعده هاديه في جنب، وسايبين الجماهير المغربيه بتشجع. كانوا معجبين باللي بيعملوه المغاربه، كانوا عاملين ملحمه جوه الملعب. حتى لعيبه واتحاد الكوره وكل مسؤول جوه مصر طلع شكر المنتخب المغربي. لكن الموضوع ده مش هتستمر، لان انا قلت لكم ان افريقيا فيها تنافس كبير قوي ما بين المنتخبات وخصوصا العرب. فدلوقتي المغرب عارفه ان مصر مطلعه من اخر اخر ثلاث نسخ افريقيا، مصر مطلعه من اتنين منهم. فمصر منافس مباشر، فمصر بمجرد ما تاهلت في نكش حصل بره الملعب في الاعلام. ما كانش حلو، ما كانش ألذ حاجه. الناس بدات تنتقد المغرب وادائها ويقولوا فين اللعيبه وفين وفين وفين. الناس اللي هم ايه، مش الناس بتوعنا، مش الناس الشعب بتاعنا، الاعلام وغيره بقى، كل اللي بيبحث عن فساد، كل اللي بيبحث عن تضليل الشعوب. الموضوع تحول من فكره ان منتخباتنا بدات تتحد حتى جوه افريقيا لحاجه تانية خالص. الناس كانت بدات تشجع الجزائر، بدات تشجع المغرب، تونس، مصر. المنتخبات بدات تتحد في افريقيا اللي هي البطوله اللي عمرنا اصلا ما كنا بنتحد فيها ولا بنشجع بعض. انتوا فاهمين الفكره؟ وفعلا بعد ما تاهلنا من المجموعات حصل كل حاجه مغايره. المغاربه عملوا نفس الحركه اللي حصلت في 2006 وعادي وبتحصل جوه الملعب، بداوا يتنشنوا على أو بداوا يصفروا على علم منتخب مصر ومش عارف ايه، ويتنشنوا من ناحيتنا عشان احنا منافس ليهم. انا متضايق يعني، عادي يا جماعه ماشي.
الموضوع ممكن يضايقك شويه، ليه انتوا كنتوا بتشجعونا من شويه، ايه اللي قلبكم علينا؟ اللي قلبهم علينا واضح جدا ان هو مشاكل تانية في الاعلام ومش عارف ايه، وبداوا يقوموا الناس على بعض. بس اللي حصل ان البطوله ما خلصتش، والمشاكل اللي ما بيننا خلصت، لا، البطوله فضلت مكمله والمغرب وصل للنهائي. ومع كل ماتش كنا بنشجع المنتخب اللي بيلعب المغرب. شفت وصلت ليه؟ ان المنتخب العربي الوحيد اللي فضل مكمل كانوا المغرب والجزائر. ما عنديش مشكله ان انا كنت من الناس اللي كنت مايل ان الجزائر تاخد البطوله اكتر من المغرب، لان كنت حاسس ان الجزائر محتاجه البطوله اكتر من المغرب، لان الجزائر محتاجه بطوله ترجعها تاني قبل كاس العالم، انما المغرب كانت قويه اصلا. فانا كنت واحد بشجع الجزائر، وفي نفس الوقت كنت متضايق من الحركه بتاعت المغرب، فغصب عني ملت ان انا اشجع المنتخبات التانيه. فكنت عايز الجزائر تكمل. انت خسرت وطلعت. الجزائر طلعت في ربع النهائي، تمام. وانت المغرب وصلت النهائي، وكنا عايزين نوصل للنهائي، احنا خسرنا قدام السنغال. السنغال وصلت النهائي. السنغال منتخب محترم جدا، منتخب مدربه اثبت ان هو ذو خلق، مدرب محترم سواء تدريبيا او حتى على المستوى الشخصي. هو انسان محترم جدا، بان في تصريحاته، بان جدا التدين اللي عند لعيبه السنغال الجميل جدا، اللي خلاك انت حتى تبقى متعاطف معاهم زي لعيبه المغرب بالظبط، ما فيش اي فرق طبعا. فمنتخب السنغال على الرغم ان هو طلعنا، انا بحب المنتخب ده وبحب لعيبته. بدات اشجعه فعلا في النهايه، كنت عايز ياخد البطوله، كنت شايف ان هو منتخب كان يستحق البطوله اكتر من المغرب. عادي. خلصت البطوله، رحنا فين؟ رحنا فين بقى بعد كده؟ كاس العالم. قبل كاس العالم طول الفترات دي في نكش بيحصل بسبب ان المغرب اتحسبت لها البطوله على حساب السنغال. انا مش مقتنع بكده وشايف ان السنغال احق، عادي، واي حد يبقى مقتنع بكده. وبدانا ناخدها تحفيل، حته ان المنتخب الوحيد اللي خد البطوله عبر الاونلاين، واضحك والمصريين يضحكوا. المغرب يقول لك منتخب مصر مش عارف ايه، وعادي وبيضحكوا. كله نكش برضه، وعلى السوشيال ميديا. بس الموضوع طول، الموضوع زاد يا جماعه. التحفيل ده يقعد شهر اتنين، مش كل المده دي. احنا بقالنا سنه، الموضوع بيزيد. الموضوع وصل ان احنا داخلين كاس العالم. ما تقوليش ان انت توقعت المغرب مركز ثالث، اقول لك لا عادي يا جماعه، توقعت المغرب مركز ثالث بس قلت هتتاهل، وان شاء الله تتاهل، وان شاء الله توصل لابعد مكان، مالهاش علاقه. انا قلت انا حاسس ان المغرب مش هتخش البطوله دي، مش بنفس مستوى البطوله اللي فاتت. حاسس ان هم هيقعوا بس هيكملوا، وممكن يدوسوا بعد كده اكتر، يوصلوا 32 و16 و8، ان شاء الله يوصلوا النهائي. بس انا حاسس ان هم هتبقى وقعتهم في المجموعات لحد ما يفوق، خصوصا ان المدرب بتاعهم جديد. انما المغرب فاجئتني. وفعلا بعد ماتش الجزائر قلت ايه ده، اسكتلندا مين اللي تكسبها؟ فاهمين؟ انا قلت هتبدا بخساره من البرازيل. بعد ماتش البرازيل، سوري مش الجزائر. قلت هتخسر من البرازيل، وهتلاعب اسكتلندا تاني ماتش هتخسر برضه. ليه؟ هتبقى وقعتين ورا بعض. وفي الجوله الاخيره هيكسبوا هايتي، وهيدوها سكور، لانها هتبقى ساعتها بقى المنتخب هيبدا يقف على رجله ويفوق. سيناريو رسمته في دماغي زي توقعاتي لاي حد. فاهمين قصدي؟ كنت متمني تونس تتاهل اهي يا جماعه، عادي. زي ما قلت المغرب ان شاء الله تتاهل. كان نفسي السعوديه تتاهل، بس انا قلت بالمنطق كاب فيردي اقوى، وفعلا ده اللي شفناه في البطوله حاليا، ان كاب فيردي منتخب قوي جدا. فدي الفكره اللي كانت مرسومه في الدماغ. فعادي، دي حاجه بقى توقعات ومش عارف ايه والكلام ده. انما عمره او عمر ان النكش اللي بيحصل او التريقه او الحاجات دي، بلاش حتى تحت بند التريقه، التحفيل اللي بيحصل ما بيننا، عمره ما يوصل بره الملعب. مش الدرجه دي، ما تطلعش بره الكوره يا جدعان. ما تطلعش ان الناس، اسمع ناس في المغرب كارهين مصر وشعبها، واسمع ناس في مصر كارهين المغرب وشعبها. ايه ده يا جماعه؟ احنا عرب، احنا مسلمين، احنا المفروض نبقى متحدين. احنا بنفرق بعض عشان حاجه تافهه اسمها الكوره؟ كوره ايه يا جماعه اللي تفرق ما بيننا؟ كوره ايه اللي تفرق ما بين شعبين؟ كوره ايه اللي تخلي شعبين يكرهوا بعض؟ اكيد لا، مش كده، مش كده خالص. مش كل طبعا الناس بتكره بعض، اكيد لا. زي ما انا كنت قاعد على القهوه، اصحابي اللي معايا كلهم كانوا متضايقين من الكلام اللي مثلا يسمعوه من ترابيزه جنبنا، زي ما في ترابيزات تانيه ما بتتكلمش حاجه شبه كده. لا احنا اخوات مع المغاربه ومش عارف ايه. وشويه عيال على السوشيال ميديا طالعين بيتكلموا يقول لك المغرب ومش عارف ايه. والمغرب الفريق الوحيد اللي كسب بطوله اونلاين، المغرب اللي قضت 50 سنه ما تاخدش بطوله، المغرب اللي مش ما خلاص يابا يا اسطوانه محروقه وخلصنا بقى. بطلوا قرف، صفحات مقرفه، بطلوا قرف، بطلوا بقى تضليل اللي في الناس. الشعبين ما يستاهلوش من بعض كده، الشعبين وقت الزنقه بيقفوا جنب بعض. انا الكلام اللي طالع اقوله كله مش مرتب حاجه اصلا عايز اقولها، انا الموضوع كان مستفزني بس فقلت اطلع اتكلم فيه. حتى الاستفزاز كان بيزيد معايا مع الوقت، يعني انا وقت ما سمعت الكلام على القهوه قلت العبط ده. بس لما ابتديت افكر فيها قلت لا، فعلا الموضوع زايد قوي يا جماعه، زاد عن اللزوم. يعني ايه في ناس في المغرب ازاي يعني عايزه مصر تخسر، او ازاي في ناس في مصر عايزه المغرب تخسر؟ الناس يا جماعه اللي ثابته على موقفها انها بتشجع المغرب او بتشجع مصر، يا ريت يفضلوا زي ما هم. احنا كعرب في كاس العالم متحدين، بنشجع بعض، بنشجع كل المنتخبات العربيه. المنتخبات العربيه عايزين توصل لابعد نقط، ان شاء الله دور الثانيه يبقى كل منتخبات عرب. ده الهدف بتاعنا. احنا عرب،
احنا مسلمين، احنا متحدين. مفيش حاجه اسمها كوره تضللنا. مفيش حاجه اسمها كوره تزعل شعبين من بعض. يعني اتمنى اي حد يصعد الامور للدرجه دي انها توصل ان الشعبين يبقوا ضد بعض في كل حاجه. لا، لا بجد عيب. عيب بجد والله، عيب ان يبقى في ناس بالشكل ده. تمام، حتى لو انا اعرف حد، انا عارف ان الكلام اللي بيطلع، في ناس بتطلع كلام فعلا من ورا قلبها يا جماعه. في ناس بتبقى مثلا متعصبه من حاجات فبتطلع كلام اي حاجه. ده اغلب الناس اللي بتتكلم اصلا، لو في ناس بتتكلم وحش مثلا ما بين البلدين، اغلب الناس اللي بتتكلم كده بيبقى بسبب غضبهم من حاجه معينه، وبعد كده هيروح الكلام ده مع الوقت. فاهمين قصدي؟ لكن في ناس تانية لا، ديت فكره مزروعه جواهم مش عايزين يغيروها. فما تخلوش القله اللي هي ممكن تبقى اقل من 1% في الشعبين تبقى مؤثره على الاكثريه. الناس الكتير اللي موجوده، الناس لازم توعي بعض. زي ما انا بخش وبلاقي صفحات حسبي الله ونعم الوكيل فيها بتكتب في الكومنتات المنتخب المغربي مش عارف كذا 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 وبيروحوا شاتمين، بلاقي تحتيه حد بيرد عليه او كومنت تحتيه بيقول لك الف مبروك للمنتخب المغربي، الف مبروك للمنتخب المصري، مش عارف ايه، شرفتونا. هما الاثنين اقوى منتخبين. واحد جزائري يقول لك اقوى منتخبين حتى الان مصر والمغرب. على راسي. هو ده احنا دايما متحدين في كاس العالم، دايما بنشجع بعض. مش عايز اطول في الكلام واعيد فيه اكتر من كده، وجهه النظر وصلت لكل واحد اكيد بيتفرج. انا ما كنتش عايز اتكلم في الموضوع ده، جانب مظلم من كره القدم. احنا ما ينفعش ندخله حياتنا، لان الكوره ما هي الا لعبه تافهه ملهاش اي 60 لازمه في حياتنا. يعني حرفيا اخر حاجه ممكن تهتم بيها هي انك تزعل على ماتش. اصلا زعلت على ماتش يوم اتنين، مع الوقت هتفتكر الماتش وتتضايق، بس خلاص يا جماعه الحياه بتمشي. احنا حياتنا اهم بكتير قوي من ماتش كوره، حياتنا اهم بكتير جدا من اللعبه. بس مش عايز اقول اكتر من كده. معلش كلامي كله مش مترتب، كلامي داخل في بعضه. حتى انا مش مرتب ولا جمله انا طالع اقولها. كل الكلام طالع كده تلقائي، فبتلاقي فيه لخبطه شويه. بس ايا يكن، كل ده يعني يحط تحت بند واحد برضه. ما ينفعش شعبين يبقى في مشاكل ما بينهم علشان لعبه كوره. كلنا عرب، كلنا مسلمين، كلنا متحدين. بس يعني شكرا. يعني اعمل لايك وابعته لصاحبك اللي بيبص للمغرب ومتضايق منهم. يا جماعه الموضوع ما يستاهلش. اللي عايز يقرا في الموضوع، انا ما رضيتش اقرا ولا عايز اعرف الموضوع بدا ازاي، لان انا مش فارق لي. لان مهما كانت بدايه الموضوع وايا كانت هي بادئه من ناحيه مين، لازم يخلص ولازم ينتهي. انا مش فارقه بقى هي بادئه من اعلام، وانا متاكد انها بادئه من اعلام وشطشطه والكلام ده كله، او انها بادئه من جماهير. لان الجماهير في النهايه هي جماهير جوه الملعب. بره الملعب هم بشر، هم شعب، هم عرب، هم مسلمين، هم متحدين. المفروض يبقوا متحدين. انا مش عايز ازود في الكلام اكتر من كده. شكرا. لو بتتفرج، السلام عليكم.